اخواتي واخواتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم اخترت لكم حلوه بمذاق جديد. كيفاش مذاق جديد؟ الحلوه تاع اليوم انا واش درت لها، عسلتها ومن بعد درت لها الكلاصاج بالشوكولا. راح تقولوا الحلوه هذه تجي حلوه بزاف، ما تجيش حلوه بزاف لانه كل شيء راه مدروس فيها. ان شاء الله تعجبكم. فقط تبعوا معايا الفيديو من الاول للاخير وراح تشوفوا المقادير والطريقه ان شاء الله. تفضلوا معايا. واش نحتاج في الحلوى هذه؟ عندي 250 غرام تاع مارغرين تكون طريه، مغرف كبيره تاع السكر سكر غلاس، 3 مغارف كبار تاع كاوكاو، 3 مغارف كبار تاع الزيت، كيس تاع خميره كيميائيه، قرصه ملح، وزوز صفا وبيضه كامله. واحتفظت هنا بالبياض، وعندي الكاوكاو كونكاسي. هنا الكاوكاو بعد ما حمصتوش بزاف لانه راح يزيد يطيب في الكوشه كيما راكم تشوفوا. رحيته نرحي ونحبس، درتو في الاشوار نرحي ونحبس باش ما يترحاليش غبره. ومن بعد صفيته، هذاك اللي صفيته نديرو في العجينه. واللي يبقى لي دوكا تشوفوا معايا كيفاش نخدم الحلوى هذه. ونحتاج الفرينه. هذه هي الوصفه. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. كما راكم تشوفوا لميت العجينه، هاي لكم كيفاش تكون عجينه تاع صابري عاديه، هاي لكم رطبه. اللي يميز العجينه هذه ولا الحلوى هذه تاع اللي حنوجدها ان العجينه ما خليش ترتاح في الثلاجه، نخدم بها مباشره. نفتح شويه هذا البياض ونقص منه، ونجي هنا للتشكيل مام هذا نقص منه باش ما يشمخليش. ونبدا. واللي يميزها حاجه اخرى انه ما عنديش طابع هنا، ما نحتاجش طابع. شكلها كهوده. وهنا الحجم كيما حبينا، نخشنوا ونرقوا نكبروا ونصغروا، حنا نتحكموا فيها. دايره حلوه كيما هذه سميتها قطعي وطيبي، سهله، ما كان لا طابع ما كان والو، غير بالموس. دوكا هذه واش ندير؟ نجيب الموس هنا في الحلوى هذه كيما شفتوني كيفاش غمدتها. اللي تحب تقتصد شويه في الحشو ولا في الكاوكاو، واش ديري؟ تحطي غير الوجه تاعها بالطريقه هذه. دائما يدينا اللي ماهيش في البياض، شوفوا بهذه الطريقه هكذا ماش راح تفركلي بزاف. نقصها غير في مثلا نحكم الحبه هكذا، هاي الطريقه، ونحطها هنايا يعني غير الوجه تاعها. هاي لكم ونطيبها كيما نطيب الصابلي. ودرك نكمل لكم الطريقه تاع التزيين. هايلكم الحلوى بعد ما طابت، وشوفوا اللون تاعها. انا خليت الكاوكاو تحمص مليح لانه في الاول كان محمص غير شويه. دوكا كيفاش نعسلها؟ نفس النوا هنا راهي سخونه، ما كان نجمعهم. نجيب الحسيله نعسلهم بهذه الطريقه، يعني ما نكثرش. يا ربي هنا واحد 2 مغارف 3 مغارف. هذه هي. دوكا انا ندير 2 مغارف حتى 3، ومن بعد نكمل لكم الوصفه. بعد ما بردت الحلوى انا ذوبت الشوكولا. هاي لكم الشوكولا بالحليب، زدت لها شويه زيت
ولا شوكولا نوار، مي ما ننصحكمش ديروا الشوكولا بيضاء. كما راكم تشوفوا هنا الحبه شويه جايه بالعرض، انا حبيت هكذا. اذا حبيتوها صغيره ماشي صغيره يعني في الطول، هذا في الطول، مي في العرض تاعها ماشي عريضه، راح تتمد لكم حتى 60 65 حبه، يعني تجي الله يبارك اذا كانت عندك مناسبه. دوكا نجي للمرحله الاخيره، واش ندير؟ الشوكولا اكيد نخليها حتى تبرد ونغطيها كامل بالشوكولا. نخلط شويه باش يبان لي هذاك الشكل تاع الكاوكاو وما ترفدليش بزاف. اللي تحب تقتصد في الشوكولا ولا دير شكل اخر، تطليها غير النص تاعها، يعني هنا تقلاصي النص تاع الحبه تاع الحلوى وتخلي النصف الاخر هكذا، يعني باين الكاوكاو تجيك شويه، يعني ما ترفدلكش بزاف الشوكولا. شوفوا كل ما خبطناها كل ما بان هذاك الكاوكاو. هايكم هذه الحلوى اللي اخترتها لكم النهار اليوم، كانت حلوى بسيطه ميس تكون بنينه بزاف، ومن الداخل تلقاوها مرمله ومعسله. نتمنى تكون عجبتكم. مع السلامه.